القلب القوي الحبيب إلى الله أكثر من المغرب الضعيف، هو الذي ستصنعونه بأيديكم حضرات شبيب العزيز. غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة. المغرب يطرد طائرات رافال الفرنسية ويستقبل أخطر طائرات عسكرية عرفتها البشرية يا عمي، وسط استغاثة أسبانيا بحلف الناتو عشان قوة المغرب الغير مسبوقة ما شاء الله. النهارده إن شاء الله تعالى يا عزيزي المشاهد احنا في حضرة فيديو جدا عظيم. الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى تكونوا في أحسن حال. معكم أحمد من قناتكم ETX. طمنوني عليكم كده، أخباركم يا شباب؟ والله وحشتوني جدا. طبعا يعني مش محتاج أقول لكم مبدئيا قبل ما نتكلم في أي شيء يا عمي، ما شاء الله على المغرب، ما شاء الله يسير على خطوات استراتيجيه صحيحه. النهارده ان شاء الله تعالى المغرب بيستقبل اكبر F-15. اكبر F-15 دي يعني اكبر طائره عسكريه في العالم من حيث القوه، من حيث حمل الصواريخ، وهنذكر كل هذه النقاط ان شاء الله تعالى قدام شويه. الاول خليني اقول لكم ان النهارده ان شاء الله تعالى المغرب يعني عزيزي المشاهد وجه ضربه جدا اليمه الى اسبانيا وفرنسا. هنشرح ده ان شاء الله تعالى، واقول لكم ان هذا الفيديو مقسم الى 3 اجزاء. الجزء الاول هنتكلم فيه على موقف اسبانيا وفرنسا الحسودين على قوه المغرب في النطاق الجوي وبشكل عام يعني على بعض المواقف. ثاني جزء ان شاء الله هنتكلم على الوضع الحالي وقوه الجيش المغربي الحالي جويا وارضيا وكل الكلام ده بنتكلم عنه بشكل عام. ثالث شيء ان شاء الله تعالى هو الجزء اللي الجميع بينتظره واللي انت اكيد يا عزيزي المشاهد منتظره، وهو قوه وتاثير الF-15 على الجيش المغربي. النهارده ان شاء الله تعالى زي ما قلت لكم عندنا مقطع جدا خرافي، يعني حرام عليكم يا اخي، والله حرام عليكم ان هو يفوتك هذا النوع من المقاطع. لازم تشترك، وصلونا يعني ل 100,000 مشترك يا اخي، الحلم لازم نوصل له، وايضا وصلونا الى 1000 لايك، واتوقع الرقم ده ولا شيء يا عمي بالنسبه لدعم المغاربه، في خصوصا ان النهارده زي ما قلت لكم عندنا يعني ضربه جدا اليمه لحساد واعداء المغاربه، لان زي ما قلت لكم F-15X بالتحديد يعني هذه ضربه جدا كبيره ما شاء الله تعالى الى الملك محمد السادس والقوات المسلحه المغربيه. خلونا بس يا عم كده نروح على طول الى اول جزء في الفيديو، لكن الاول عزيزي المشاهد ايضا في عندنا قناه ثانيه اسمها قناه ETX2 بنقدم فيها ردود فعل وبنقدم فيها ايضا تحليلات ممتازه خرافيه على جميع المجالات التخيلها ليها علاقه بالمغرب. بنتكلم على العاب قتاليه موجود يا عم، وان شاء الله بنحلل نزال انور وليد شعيب اللي في اخر ديسمبر هنا، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. بنتكلم على تحليل حكيم زياش هو يدمر مانشستر يونايتد موجود. بنتكلم ايضا على الاخبار بشكل عام وازاي المغرب بيسيطر على العالم. روح شوف هناك بقى ردود افعالنا كده واشترك وخليك راجل 100 100 يعني. طيب الاول ما هو الموقف الاسباني والفرنسي؟ عزيزي المشاهد تقولوا لي يا احمد ايه علاقه اسبانيا وفرنسا بالF-15؟ عادي، خليني اقول لك عزيزي المشاهد، اضرب لك مثال واحد وانا عارف ان انا هسرقه من الجزء بتاع تاثير الF-15X. رافال الفرنسيه وهي اكثر طائره لدى الجيش الفرنسي المتطوره، لديها تقريبا 8 صواريخ جو على حمل الطائره طائره رافال. طائرة الF-15X التي تمتلكها المغرب فيها 22 صاروخ، فزي ما قلت لكم في فارق جدا بسم الله ما شاء الله يعني كبير. وايضا خليني بس ابتدي لكم بالموقف الاسباني من هذا الخبر. طبعا زي ما قلت لكم اسبانيا للاسف الشديد ترى المغرب مش عارف ليه قوة معادية قوة حليفة ليها. يا اخي يعني شوف بس الاول اسبانيا قالت لك في احدى الصحف ليها، قالت لك لن يسمح واشنطن، وقالها لك بثقة كده عمياء كبيرة، قال لك لن تسمح واشنطن أن تكون لدى المغرب قوة جدا كبيرة ومسبوقة وتسبق القوة الأسبانية وحليف وزميلة واشنطن في حلف الناتو. وذكر أيضا بعض الخبراء الأسبانيون أن هذه القوة هي قوة تفوق القوة الأسبانية التي يمتلكون أسطول التايفون من الطائرات، وأسطول جدا قديم يعني أسطول أساسا يعني مش موجود. الطائرات عندهم طائرات التايفون دي ولا يعني كأنها طائرات ورق يا عمي مقارنة ما شاء الله بالتكنولوجيا المتاحة حاليا. فقال لك الخبراء الإسبانيين
الاسبانيون ان استحاله كده بكل بساطه الولايات المتحده الامريكيه تجعل المغاربه يسبقون في القوه العسكريه وعلى زميلتها في حلف الناتو. فرد عليه الخبراء الامريكيون. افضل شيء ان الخبراء الامريكان هم اللي ردوا، مش الخبراء المغاربه يعني العباقره في السياسه. قالوا لك ايه؟ قالوا لك المغرب يا عمي هي قوه حفظ سلام وحليف جدا قوي في المنطقه لحفظ السلام ولتامين قواها الاستراتيجيه يا عمي. مش احنا عارفين طبعا تاريخ اسبانيا العدواني يا عزيزي المشاهد، مش محتاجين نذكر تاريخ اسبانيا الاسود في حاجات كتيره يعني. فقالت لك اسبانيا قوه حفظ سلام وايضا حليف جدا قوي في المنطقه، ولذلك ليس هناك ما يوجد في اجنده واشنطن الذي يمنع لاي دوله وخصوصا ان كانت قوه حفظ سلام ان تمتلك هذا النوع من القوه وهذا النوع من السلاح. طبعا رد جدا قوي ورد في موضوعه الصراحه، يعني زي ما قلت لكم شيء جدا مبرر وشيء جدا منطقي. وايضا خلينا بقى ايه نتكلم على فرنسا. فرنسا انت مالك يا اخي؟ يعني انت ما شاء الله تعالى دوله نص اسباب الكوارث في العالم هي بسبب يا اخي فرنسا هذه يا اخي. دوله ابدا ما احبها، دوله خبيثه، ولكن زي ما قلت لكم اللي انا بتكلم بالذات على في فرنسا بتكلم على الحكومه، اكيد مش بتكلم على الشعب يعني، لان لا في ناس كتير ابرزهم يعني عند عمك كريم بنزيما، الراجل اللي يحمل الجنسيه الفرنسيه ولكن راجل جدا محترم، راجل جدا جميل. انا بتكلم على الحكومه الفرنسيه وسياسه قياده الدوله، هو هذا من رؤيتي المتواضعه. للاسف يا اخي تاريخهم جدا اسود. وزي ما قال الراحل الملك الحسن الثاني، وده مش كلام انا، كلامه هو رحمه الله، قال عندما قال له جاك شيراق، حينما طلب منه جاك شيراق ان يقوم المغرب بشراء كل الاسلحه من فرنسا، فرفض الحسن الثاني رحمه الله وقال لا يمكن ان نشتري كل شيء من فرنسا ويجب تنويع مصادر التسليح، وقال لا تضع بيضك كله في سله واحده. كما قال ايضا يا اخي ان اعتمدت على كل شيء في فرنسا او من بلد واحده لن تقوم لك قائمه. شيء جدا منطقي يا اخي. تخيل ان فرنسا هي اللي انت معتمد عليها. اولا عمرهم ما هيرسلوا لك اقوى سلاح عندهم يعني، عشان ولذلك انت دايما هتكون متاخر، ولذلك المغرب اضطر ان هو ينوع في مصادره. ده شيء جدا منطقي. وزي ما انا قلت لكم الصحف الاسبانيه والصحف الفرنسيه دائما ما تحسد حاليا المغرب بسبب التنوع في المصادر، بل يعني زادوا الطينه بله عندما ايضا اتجه المغرب الى التصنيع العسكري والتصنيع للقذائف والقنابل والمسدسات والكلام ده كله. جم بقى قالوا لك يا اخي بكل جنون كده انتوا بتعملوا ايه يا اخي؟ وقعدوا يقولوا وقدموا شكوى الى الاتحاد الاوروبي. قالوا لك يا اخي ما ينفعش يبقى فيه تصنيع لمفاعلات نوويه وكده. راح رد عليهم المغرب ورد عليهم الملك محمد السادس، قال لهم يا اخي متخلفين يعني، احنا قوه حفظ سلام مش زيكم يا اخي. هم للاسف على نياتهم، لكن زي ما قلت لكم ما شاء الله المغرب بيسير في الاتجاه الصحيح، وحاليا بيتفوق على اسبانيا في الاسطول. يعني اسطول الاسباني زي ما قلت لكم التايفون، يعني اسطول اساسا مش موجود. ما شاء الله المغرب يملك حاليا اف 15 ويملك الاف 16 ويملك ايضا دبابات كثيره وكثيره. وبخصوص الدبابات في فيديو ان شاء الله قادم لاقوى الدبابات اللي هيستضيفها الام 1 ابراهامز، ومش محتاجين اكلمكم واحدثكم على الام 1 ابراهامز يا عزيزي المشاهد، الوحش اللي كان موجود في الحرب العالميه الثانيه والسبب اللي امريكا فيها انتصرت. لكن زي ما قلت لكم خلينا بس نرجع شويه ما هو الموقف الفرنسي والموقف المغربي. انه موقف جدا معقد شويتين ثلاثه يعني، لكن ان شاء الله تعالى بنختصره مع بعض عن طريق بعض الحاجات اللي لقيتها على ويكيبيديا وعلى الصحف ايضا. خلينا اذكر لكم ان في 2007 المغرب رفض عرضا فرنسيا لبيع طائرات الرافال العسكريه وفضل عليها الاف 15 الامريكيه، بل ان المغرب لم يغير رايه منذ 2007 بخصوص الطائرات رافال القتاليه الفرنسيه، حيث لا يزال مصرا على ابعادها من منظومته العسكرية الجوية مقابل التركيز على عقد الصفقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي أكدته تقارير متخصصة مؤخرا. الكلام ده يا عمي موجود من 2015 في إحدى الصحف. وورد أيضا أن المغرب رفض عرضا مغريا من باريس لبيع طائرتها طائرات الرفال يعني مقابل أنها لا تشتري الاف 15. يا أخي شيء جدا مكيد وشيء جدا خبيث. يا أخي أنت مالك ومال الاف 15. لكن خلينا نكمل مع بعض. ايضا ذكر موقع ديفينسا الناطق بالاسبانيه والمتخصص في القضايا العسكريه ان رئيس اركان الجيش الفرنسي عرض على المغرب اقتناء سرب من طائرات الرافال، لكن المغرب لم يبدي اي ترحيب بالفكره، مقابل فتح مجال للتفاوض مع واشنطن لاقتناء مقاتلات الاف 15 في اطار عمليات تجديد وتطوير لمنظوماته العسكريه الجويه، والذي يعتمد عليها بشكل شبه كامل على الطائرات الامريكيه مع تنويع مصادره بخصوص الطائرات المسيره على البعد والطائرات الدرونز اللي حاليا المغرب ما شاء الله يعني بتصنع كثيرا منها يعني.
وطبعا زي ما قلت لكم ليست هذه المره الاولى رفض فيها، فرفضت في 2007، رفضت في 2015، وهو القرار اللي جاي بامر مباشر من الملك محمد السادس باعتباره القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامه للقوات المسلحه الملكيه. وبعدها مباشره وجهت الرباط بوصلتها الى طائرات الاف 16 والاف 15 بواشنطن. هذه المره زي ما قلت لكم فضلت المملكه اقتناء طائرات متطوره من طراز الاف 15 اي اكس، واللي بدات في الولايات المتحده الامريكيه تصنيعها منذ السبعينيات، وتوجد منها ما بين 1500 ل 1600 طائره واحده عبر العالم. والى جانب سلاح الجو الامريكي تستخدمه ايضا جيوش اسرائيل والمملكه العربيه السعوديه وقطر وكوريا الجنوبيه واليابان وسنغافوره. ما يعني ان المغرب سيكون الدوله الافريقيه الوحيده اللي تتوفر عليها، الدوله الافريقيه الوحيده يا عمي، ما شاء الله. والملاحظ ان المغرب اضحى يبعد فرنسا تماما عن منظومته العسكريه الجويه، فقد تعاقد العام الماضي مع المصنعين الامريكان للحصول على 25 طائره جديده من طراز الاف 15 من طراز الاف 16 سوري، و24 طائره مروحيه مقاتله من طراز الاباتشي، وبالاضافه الى 4 طائرات استطلاع من نوع جولف ستريم جي 550. اتوقع يا عم في مقطع نزل، مقطع جدا خرافي حللته في قناتي الثانيه عن تصنيع المغرب لطائرات الهليكوبتر والاباتشي. يعني خبر جاد دام يا عمي، ما شاء الله، خبر جدا خرافي، خبر يقع في احرف التصنيع العسكري المغربي. لازم تروحوا تشوفونه في القناه الثانيه، ان شاء الله بتلاقوا اول لينك تحت وليها اقول لكم المقطع ده مش منتشر هنا على القناه، وهذه المقاطع وليه في مقاطع كثير اصلا كانت عندي عملت لها برايفت او شلتها من على القناه، بتلاقوا اسباب تحت في الكومنتات، لان للاسف اليوتيوب مش عايزنا نتكلم يعني، او خليني اقول لك مش اليوتيوب، الموضوع مقلق شويتين يعني. طيب خلونا ننتقل يا عزيزي المشاهد الوضع الحالي للجيش المغربي والقوة العسكرية الجوية. هل المغرب ضعيف؟ لا والله عزيزي المشاهد، مش الطائرات الاف 15 اللي عملت نقلة، عملت نقلة نوعية، ولكن ما زال الجيش المغربي كان موجود على الخريطة يا عمي. وخليني اقول لك ان القوات الجوية المغربية كانت ودائما ما تلعب دورا بارزا في ضمن الامن والسيادة الوطنية، وتهدف القوات الجوية الحديثة الى السيطرة على الاجواء وتعزيز القدرة على التحليق والاستجابة للتهديدات المختلفة، سواء كانت التهديدات دي داخليه من ناحيه البوليساري وناحيه الصحراء المغربيه. انتوا عارفين قصد مين كويس، والجيران السوء، انتوا عارفين اقصد مين اكثر هنا في هذا اللفظ. انتوا اكتبوا لي تحت مين اقصد، يعني اكتبوا لي تحت وبرد على كومنتاتكم يا عمي، كومنت. وايضا قوات حفظ السلام المنتشره في افريقيا، وايضا استثمار قوه جديده متطوره، ودائما ما اظهر المغرب التزام متواصلا بتحسين قواته الجويه، ومن هذا تاتي اهميه الاف 15 المنطلقه. وسنناقش زي ما قلت لكم يا عمي كمان شويتين كده ليه الاف 15 يعني نقله ثوريه في جميع الطائرات العسكريه. طيب خلينا اقول لكم الاف 15 جاءت منين وازاي الفكره جاءت. في الاول بعد رفض المغرب بطائرات الرافال، قامت القياده العليا للقوات المسلحه الملكيه المغربيه بجوله في مبنى الكابيتول بولايه يوتا الامريكيه مع اعضاء الحرس الوطني في يوم 21 يوليو 2023، يعني جدا قريب يا عمي. وتتمتع المملكه المغربيه والحرس الوطني في يوتا بشراكه تمتد لاكثر من 20 عاما في العديد من التدريبات، لتشمل التدريبات الإنسانية والعسكرية كل عام يا عمي، للعمل مع مقاتلات الاف 15 اي اكس. وربط خبراء الزيارة بتوقيع صفقات جديدة تشمل مقاتلات الاف 16، خاصة مع اهتمام مسؤولين المغاربة بطائرات مقاتلة ثقيلة ذات محركين. مثل ما ذكرت يا عزيزي المشاهد، تتمنى المغرب استراتيجية دفاعية قوية تهدف إلى تعزيز أمنها واستقرارها الإقليمي. تحظى القوات الجوية الملكية المغربية بأهمية بالغة في هذه الاستراتيجية، حيث تلعب دورا رئيسيا في حماية الأجواء والمساهمة في الاستجابة للتحديات الأمنية المتنوعة. مع التطور التكنولوجي المستمر أصبح من الضروري للمغرب الاستثمار في قوات جوية حديثة ومتطورة، وهذه الأجندة ودائما ما نرى المغرب ما شاء الله بيبذل جهده في التطوير في الصناعة والزراعة والصناعات العسكرية وفي الألعاب القتالية كرة القدم في شتى المجالات يا عمي، لأن هذا التقدم ليس وليد الصدفة، في أجندة معينة المغرب تسير عليها في جميع المجالات. وزي ما قلت لكم هذا هو السبب اللي دائما ما أرفع قبعتي وشابوه لهذه للمسؤولين المغاربه وللشعب المغربي الشقيق، لان دائما ما تجد الشعب المغربي يا عزيز المشاهد تحس ان عنده بلان، تحسوا ان الراجل ماشي بيسير بيبذل جهده وماشي على الطريق الصحيح. هو يا عمي هنيجي عند اكتر جزء مفضل بالنسبه لي عن تاثير الاف 15 اي اكس. ايش تأثيرها؟
ليش الطائرة هذه طائرة ثورية؟ إن شاء الله تعالى بذكر لكم كمان شوية في نقاط مختصرة للطائرة هذه. الطائرة جدا قوية، طبعا في معلومات كتير سرية لكن في معلومات طبعا متاحة للجميع، وهذه هي المعلومات المتاحة التي سأذكرها لكم بإذن الله تعالى. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. أول كلمة كده، معظم الصحف العالمية أتذكر 3-4 صفح يعني أساميهم مش عارف أنطقهم، ولكن قالوا عن الاف 15 اكس أنها أقوى مقاتلة في العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أول جملة كده. ثاني شيء يا عمي، طيب ما هي مميزات مقاتلات الاف 15 اي اكس؟ ان هي تملك تقنيات متطوره وقدرات عاليه جدا ويجعلها اختيارا مثاليا للمغرب. واحد، القوه الناريه، بقدرات ناريه استثنائيه تجعلها قادره على التعامل مع اي تهديد جوي. وتاتي الاف 15 اي اكس تحمل صواريخ صواريخ جو ارض، وايضا صواريخ مضاده للسفن والاهداف البريه. هتقولوا لي يا احمد يعني ايه؟ يعني ايش جو يعني ايه جو ارض؟ ويعني ايه اهداف مضاده بريه؟ يعني ايش هذه الاشياء؟ مش فاهم شيء والله. يعني خليني اقول لكم ان ايا كان الهدف بتاعك، هدف في الجو، هدف في الارض، هدف في البحر، هدف في المريخ، هدف في اي شيء، هذه الطائرات يمكن ان تطلق عليها. وتمتلك 22 صاروخ زي ما قلت لكم جو، وتمتلك ايضا 28 قنبله، وهذا رقم زي ما قلت لكم مقارنه بطائره الاسترايك ايجل وطائره التيفون الاوروبيه وسخوي 35 الروسيه وكارنفال وايضا الرافال الفرنسيه. هذه الطائره تتفوق عليهم في كل شيء، بل من هذا التفوق ان الطائره الاف 15 اي اكس تمتلك 22 صاروخ، السخوي 35 الروسيه تمتلك 11 بس. يعني كأن هذه الطائرة بطائرتين روسيتين. كما أنها تتفوق عليها أيضا بشكل ملحوظ في الحمولة وفي مدى الطيران بشكل أسطوري. يعني أرقام تفرق جدا يا عم. يعني كأن الطائرة الروسية بتحلق لمدة 12، الطائرة الأمريكية تحلق لمدة أكثر من 20 ساعة. كما ايضا ان سرعتها تتجاوز 2600 كم في الساعه مع حموله قصوى تصل الى 22 صاروخ زي ما قلت لكم. ايضا لديها حموله جدا جباره، يعني ممكن تشيل من الوقود ما هو ملحوظ، وهذا اللي بيساعدها ان هي يكون عندها القدره على التحليق البعيد، لان انت مش محتاج انت تزود وقود كل شويه يا عمي. لا 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 لا، انت ممكن تطير تقريبا ضعف او 3 أضعاف المسافات اللي الرافال بتمشيها بدون ما تملى اي وقود ثاني. ايضا في السياده الجويه كفاءه جدا عاليه مع الاشتباك مع الاهداف. وزي ما قلت لكم انت احيانا بيكون عندك ايرور، بيكون عندك حاجه زي كده بتخلي مثلا من ال 11 صاروخ بتاع السخوي يقع 9 فقط. من الاف 15 اي اكس تقريبا يا عمي عندها الدقه جدا عاليه، تقريبا حاجه و90%، لدرجه انت كل الصواريخ ما تخطئش. يعني زي ما قلت لكم كانك عندك يعني طيارتين بل 3 من السخوي 35 الروسيه. كما انها ايضا تحمل 28 قنبله صغيره، بيكون هذه القنابل الصغيره يعني حجم الدمار ليها بيوصل ل 900 كيلومتر، وهذه حموله مرعبه مثل طائرتين مقاتلتين من الجيدام واللي بتحمل بس 7 قنابل. زي ما قلت لكم بسبب ان هي عندها حموله جدا كبيره من الوقود يسمح لها ان هي يبقى عندها دوران واسع ومشاركه في مهام الطويله المدى بفاعله. ايضا التحكم الالكتروني والاستخباراتي، تتفوق هذه المركبه على جميع منافستيها في التحكم الالكتروني والاستخباراتي. عارفين طبعا الاستخبارات في امريكا عامله ازاي، وهذه معلومات اصلا سريه ازاي هي بتتفوق، ولكن بشكل عام اللي ذكر انها عندها نظام متكامل للتحكم الالكتروني والاستخباراتي، وبيزيد من كفاءتها في مواجهه اي طائرات ومقاتلات اخرى واي تهديدات حديثه. وتتوفر هذه الميزه رؤيه شامله للمعارك وتحسين التواصل بين الطائرات ومراكز القياده. بل ان المكوك نفسه القياده فيه بشاشات لمس يا عمي. يعني شاشات لمس ولا كانك راكب عربيه مرسيدس. يعني الموضوع حتى مش معقد وجدا آمن مثل ما قلت لكم. طبعا كملخص لكل اللي احنا قلناه، زي ما قلت لكم القوات الجويه المغربيه ما شاء الله دائما ما تحاول ان هي تطور في مصانع الجيش بحيث ان هي ما تعتمدش على اي دوله، وايضا بيكون عندها كثير من الحلفاء، ودائما ما يكون هدفها مش زي ما اسبانيا بتقول ان هي ردع اي تهديد على سلامه الوطن، وايضا الحفاظ على السلام في المنطقه. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، والصراحه خبر جدا فرحني، خبر جدا مهم. نتمنى ان شاء الله المغرب هنسمع اخبار جدا قريب مفرحه. ايضا لا تنسوا ان تكتبوا لي تحت رايكم واقتراحاتكم، بستمع دائما وابدا لنقدكم البناء، وان شاء الله تعالى تكونوا استمتعتم واراكم في احسن حال قريبا جدا. اشوفكم ان شاء الله على خير، ويا رب تدخلوا الجنه. يلا يا عمي، مع السلامه.